الو اتفضل. الو، السلام اتفضل يا استاذ عليكم. ملهم. السلام عليكم شيخ وعليكم وليد. السلام ورحمة الله وبركاته. واخيرا سمعنا صوتك، واخيرا قدرنا نمسكك في الله الخط. يعزك يا غالي، ربنا يبارك فيك. اول حاجه، ما بدي اخذ من وقتك كثير. اول حاجه انا بوجه لك كل الشكر وكل التحيات، الله يعزك. يعني ليك ولجهودك وللطاقم بتاعك. وتاني حاجه اللي هي الشغله كمان مهمه جدا. يعني والله العظيم الواحد يعني لا متصل يهزأ بحد، ولا متصل يعني يقلل من شأن حد. بس أنا بدعو لكل إنسان شيعي، يعني يعني على قولة المصريين استعمل دماغك. بس ربنا اداك دماغ يا أخي، استعملها. يا أخي استعمل تفكيرك. يا أخي فكر، ما تهاجمش. دول الأسياد بتاعونكم، والسيد فلان والسيد علنتان والسيد يا عمي كلهم عايشين الحياة الحلوة. وانتوا يا شعب العراق، أهم إشي شعب العراق، الله يرحمك يا صدام حسين، انتوا يا شعب العراق عايشين في ضلالة وعايشين في غفلة. حرام نعم. حرام اللي بتعملوه في حالكم وفي نفسكم. انا بس عايز اقول لهم جملة واحدة. العراق على ايام صدام حسين كان المواطن العراقي يسافر لاي دولة عربية، لاي دولة عربية او دولة اجنبية اوروبية، يتضرب له السلام. هيبتكم راحت. وانا كفلسطيني بقول لكم شغله كمان كفلسطيني، خليني احكيها بلهجتكم. عمي كان إلنا ظهر لما كان صدام حسين ولما كان العراق موحد. حرام اللي بتعملوه بنفسكم. يعني اللي بتعملوه بنفسكم هو اكبر غلط واكبر خطأ. يعني الضلال اللي انتم فيها اكبر غلط. يعني خطأ فادح. الاشراك بالله عز وجل هو من أعظم الكبائر وأعظم الجرائم في الدين الإسلامي. يا إخواننا الشيعة، يا حبايبنا العراقيين، استعينوا بسورة الفاتحة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، إياك لله عز وجل، وإياك نستعين. يعني بتشوف الواحد على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي رايحين يزوروا الحسين، ويا حسين أعطينا، ويا علي أعطينا، وما عندي أولاد وأرزقني بأولاد. يا يعني أنت شو بتحكي؟ شو اللي قاعد شو اللي بتقوله أنت؟ أنت قاعد تشرك بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله يا أخي. قول يا الله ارزقنا الذرية الصالحة. قول يا الله اشفي مرضانا. يا أخي تشركون بالله، تشركون بالله. والله 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 قسما بالله العظيم إنه إيران خاربت بيوتكم ودياركم. والله كنتوا أولاد عز، وأصبحتم من أفقر الناس وأجهل الناس. يعني أصبحتم يعني من أقل الشعوب في الفكر، وأقل الشعوب في التعليم والمستوى. وهذا كمان مش بس للعراقيين، هذا كمان لكل إخواننا الشيعة وحبايبنا في جميع بقاع الأرض. يا إخواننا اهتدوا، يا إخواننا ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى رشدكم. يا إخواننا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ضربش حد، ما اعتداش على حد. يعني تخيل والله لو سيدنا يسمعوا عمر بن سيرة الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويسمعوها كده بإنصاف، والله سيهتدوا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. اتبعت لي الأيام الماضية عدة فيديوهات لأوضاع مخلة داخل الزيارات، أوضاع مخلة داخل الزيارات، وبعدها تاني، أوضاع مخلة داخل الزيارات. حتى أنا انكسفت كمان أنشرها على تويتر. أنا بس عايز الفيديوهات ديت تحطوا عليها صورة أبو وجه بلاستيك، يعني نزلوا الفيديو وحطوا عليه صورة أبو وجه بلاستيك. طب اشمعنى ليه صورة أبو وجه بلاستيك؟ هقول لكم ليه. أبو وجه بلاستيك عندنا في العيد في مصر، يمكن انتم ما تعرفوش الطبيعة المصرية.
عندنا المساجد صغيرة، فبيفرشوا الحصر بره المسجد، فبيجي النساء والرجالة فتقام الصلاة اللي هي صلاة العيد، فتلاقوا الرجالة أساسا محاوطة من جميع الجهات، محاوطة من جميع الجهات. فاللي بيحصل إيه؟ الست طبعا ما عندهاش فقه، فبتعمل إيه؟ فجاية بتصلي وهي واقفة كده، وجنبها راجل من هنا أو جنبها راجل من هنا، أو مجموعة نساء وجنبهم راجل من هنا وجنبهم راجل من هنا. تمام؟ الرجالة حوطوهم نتيجة إيه؟ نتيجة الازدحام، لكن مفيش تحرش، يعني هم جايين أساسا لصلاة العيد، فمع زحمة صلاة العيد أقيمت الصلاة، فهيروحوا فين؟ فمع شوية الجهل وقفوا في مكانهم وصلوا. فجاب الفيديو ده وقعد يستهزأ بينا، وقال لك بص العمرية، صلاة العمرية، وبص مش عارف ايه، وبص ايه، وشوفوا يا اخوانا، وشوفوا يا ناس، وشوفوا ادي العمرية. وتمر الايام ويجي موسم التكاثر عندهم زي ما سماه اخونا اسير ربنا يبارك فيه، وتشوفوا افعال فاضحة، افعال فاضحة فاضحة فاضحة، تحرش صريح، مش هنقوله بقى نتيجة الازدحام، لا ده تحرش صريح. فيا ريت يا اخوانا الفيديوهات اللي تنزل حطوا فيها عليها صورة الايه؟ ابو وجه بلاستيك الفرنسي، حطوا عليها صورة ابو وجه بلاستيك الفرنسي. سبحان الله. طب يجي واحد يقول لك هل هؤلاء ينتسبون للتشيع؟ ما انطردتها لينا احنا، بقى الفعل اللي هم فعلوه بقى دين العمرية. وجزاه الله خيرا اخونا اسير برضه نشر فيديو ردا على اللي هو المقنع ده. النساء نايمة في الارض، النساء نايمة في الارض، تخيلوا نساء نايمة في الارض جنب الرجالة في موسم التكاثر. بمناسبة موسم التكاثر، واحد معمم اللي هو بطرس، امير بطرس، بيقول لك ايه؟ انا هرد عليهم في موسم التكاثر، لكن لما يجي موسم الحج وشتم ويقول لك الرجاله مبينين هنا عشان ايه؟ عشان النسوان. شوفوا الرد فين، شوفوا الكلام فين والرد فين. يقول لك لما يجي موسم الحج، موسم التكاثر بتاع اهل السنه والجماعه. طب انتوا شفتوا اساسا في موسم الحج تحرشات؟ ولا في العمره تحرشات؟ الله المستعان. ولو حدث تحرشات لا ينسب الى اي احد، لكن احنا رد فعل لما تجيب صوره من عندنا من مصر ولا من اي دوله والنساء اتحشرت نتيجه الزحمه في العيد واتحشرت وتقول بص دين العمريه، يبقى احنا ساعتها نقول لك ايه؟ بص دين الشيعه. ما انت اللي قلت بص دين العمريه، انت ما جبتش الفيديوهات وقلت لا يا جماعه، يعني اكيد مطرح الزحمه ونتيجه الزحمه وكده فالامور دي كلها حصلت. ما قلتش، ما انصفتش معانا. فطالما ما انصفتش معانا انت عايزنا ننصف معاك؟ ما انصفتوش معانا، انتوا عايزيننا ننصف معاكم؟ طب ازاي؟ طب ما احنا برضه هننسب نفس الكلام اللي بيحصل. يعني انا اتبعت لي فيديو عورات صريحه، عورات صريحه داخل الزياره وقدام الاضرحه، عورات صريحه. اتبعت لي فيديو البنت نايمه وبتلعب في راس الواد اللي جنبها، نايمين قدام بعض وسابت راس اللي جنبها متنقله على الراس اللي بعديه. وهلم جره، ما كل الحاجات دي ولا الحفافه ولا النتافه ايه؟ ويجي لك واحد يحط لك صوره العيد ويقول لك بص دين اهل السنه، صلاه اهل السنه والجماعه ودين اهل السنه. عيب. الحمد لله رب العالمين اتاخد على البرنامج انه يدافع عن الاسلام ككل مش عن طائفه. نحن لا ندافع عن اهل السنه يا جماعه كطائفه، بل نحن ندافع عن اهل السنه يا جماعه كدين. فبلاش لعب العيال، يعني لا تفجروا في الخصومه، لا تفجروا في الخصومه.